على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحصى. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك العظيم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، يوم الخميس الموافق 16 من ديسمبر 2021، تنطلق مؤسسة الهدى التعليمية للقرآن الكريم لدورتها السادسة في حفظ وتجويد القرآن الكريم. وإننا لنشكر الله عز وجل ونشكر القائمين على هذا المكان المبارك وهذه المسابقة، وعلى رأسهم الحاج عبد الصراط والشيخ محمد موسى والشيخ أحمد والشيخ عبد العزيز وكل المسؤولين وكل الجهات المعنية، جزاهم الله خيرا. فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله. وهؤلاء الفرسان جاءوا يتسابقون في أشرف ميدان على أعظم كتاب، معجزة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. يقال لك يا قارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هذا ليس باختبار من الله وليس بامتحان، ولكنه والله تكريم من الله لك. لماذا يكرمك الله؟ لأنك من أهله، أنت من أهل الله وخاصته، فلابد أن تكون لك ميزة يوم القيامة. كل الناس يقفون منذ بداية الخليقة من أول سيدنا آدم إلى قيام الساعة، إنسهم وجنهم والملائكة، كلهم يقفون وأنت تقرأ وترتقي وتقرأ وترتقي، ترتفع في الجنة درجات. من الممكن أن يقول الله يا ملائكتي خذوا عبدي هذا إلى درجة كذا في الجنة، فهو يعلم كم معك من الآيات، ولكنه لا يفعل هذا سبحانه. يقول لك اقرأ وارتقي، يجعلك أمام الناس، أمام النبيين والصديقين، كل الناس